سؤال النهاردة أتكلم عن أسباب كسب الجنسية المصرية الأصلية. يعني إيه السؤال؟ يعني أنت كمصر، يعني كدولة مصر بتدي جنسيتها بصفة أصلية لمين؟ حاجتين: الجنسية القائمة على حق الدم والجنسية القائمة على حق الإقليم. وهنشرح كل واحدة. أول حاجة الجنسية القائمة على حق الدم، يعني إيه؟ يعني اللي باباه مصري أو أمه مصرية ولادهم بياخدوا الجنسية. تمام؟ ده بصفة عامة. طيب، هنيجي نشوف دلوقتي بيقول اللي اتولد لأب مصري ده بياخد الجنسية. المشرع ما اشترطش ان يكون جده مصري كمان، لا، المهم ان الأب مصري. طيب، ملناش دعوة بجنسية الأم وقتها، المهم ان الأب مصري. تمام. طيب، ما يشترطش عشان الطفل يحصل على الجنسية المصرية ان هو يتولد على أرض مصر. ممكن يتولد في الخارج، بس مجرد ان باباه مصري خلاص بياخد الجنسية. تمام جدا. طيب، المشرع ما اشترطش ان مثلا تكون الزوجية قائمة، ممكن يكون الأب والأم منفصلين، ولكن جنسية الأب مصري، فهنا بياخد الجنسية المصرية حتى لو اتولد في الخارج وحتى لو في انفصال زوجي في الخارج. تمام. طب لو الأب مات قبل ميلاد الطفل، قال يعتد بجنسية الأب وقت الوفاة. تمام جدا. طيب، حلو. تاني حاجة الجنسية الأصلية المبنية على الانتساب لأم مصرية. القانون بيقول إيه؟ يكون مصري، الطفل بيكون مصري لكل من ولد لأب مصري أو لأم مصرية. يعني إيه؟ يعني اللي مامته مصرية ولادها بيكتسبوا الجنسية المصرية. تمام جدا. طيب، طبعا يشترط إن هم يكونوا منتسبين للأم، يعني نسب المولود ده للأم شرعا وقانونا. طيب، مش شرط ان يكون الام المصرية دي وطني اصيل او طارئ، يعني هي مولودة مثلا جنسيتها الاصلية ولا متجنسة، مش شرط. المهم ان هي مصرية في الاخر. تمام جدا. طيب، حلو قوي. لكن القانون، في قانون يعني متواجد، اللي هو آه، 154 لسنة 2004، جه مخالف للقصة دي. قال ايه؟ طبعا هو القانون اللي قبل كده بيقول ان الطفل يعتبر مصري بمجرد ان امه مصرية بقوة القانون، ولكن جه قانون مخالف بعد كده قال لا، ده لازم عشان الطفل ده ياخد الجنسية المصرية لازم الام تقدم طلب ويتوافق عليه عشان الطفل ده يتمتع بالجنسية المصرية. تمام. طيب، حلو جدا. طبعا ده جه مخالف للقانون اللي قبله. تمام، ماشي. طيب، تاني حاجة الجنسية القائمة على حق الإقليم. يعني إيه؟ القانون بيقول أي حد مجهول الأبوين اتولد على أرض مصر بياخد الجنسية المصرية. طب هدف المشرع من ده إيه؟ قال ما هو أنا لو عندي طفل مجهول النسب، مجهول الأبوين قصدي، وما نعرفلوش أب أو أم، يبقى أنا هديله الجنسية المصرية خوفا من انعدام الجنسية، ما يكونش عنده جنسية. تمام. طب أنا عشان أطبق القاعدة دي لازم عدة شروط. أول شرط إن هو يكون اتولد على أرض مصر. تمام. تاني شرط إن يكون أبوه وأمه مش معروفين، لأن لو الأب والأم معروفين يبقى أنا ما عنديش مشكلة أصلا، هنسيبهم على حسب جنسيتهم إيه. تمام. السؤال ده بسيط، يعني ناخد بالنا منه ونتقابل في السؤال اللي بعده إن شاء الله.